أب أنطى ساعته القديمة لابنه وقال هاي الساعة موروثة إلي وعمرها 200 سنة وأريد أهديها إليك، بس قبلها روح لخالد أبو الذهب خلي يسعرها إليك. راح ورجع قال له بابا هذا خالد يقول هاي الساعة تسوى لها $100 لأن قديمة كلش بس ما بيها فد شي يخص الذهب. أبو قال له هسه أريدك تروح على جيراننا وتسأل هاي الساعة بيش تسوى. راح ورجع قال بابا ذولا يقولون هاي مال بالا ما تسوى لها $1. قال هسه أريد من عندك تروح يم حسين اللي يبيع ساعات ثمينة وتسأله بيش تسوى هاي الساعة. راح ورجع قال أشو هذا دفع لي $10,000 وقال هاي تجنن الساعة ولا الله يخليك إذا تريد تبيعها ترى أنا حاضر. شنو الموضوع؟ أبو قال ردت أنطي درس مهم بحياتك، أنت تجنن وماكو مثلك بس بشرط تكون مكان الصح ومجموعة أشخاص صح دار مدارك. بس إذا حسيت يقيموك مو بالمستوى المطلوب، إما غير ناس اللي حواليك، إما غير مكانك أو غير الثنين. عرفت شلون؟